السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس بخير، مهنيات وسعيدات وفرحانات وكامل كالوردات. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم بوصولة مسو بذوق الليمون والفلان. يجي بنة ولا اروع يا البنات. انا ما نستغناش عليه في نهار العيد، لازم يكون فوق الطابلة البنات. يجي روعة يا البنات، يجي يذوب في الفم وبذوق الليمون ولا اروع. هذه آخر حلوى راح نشاركها معكم للعيد. تبعوا معي حبوباتي الفيديو حتى الآخر. نبداو بسم الله على بركة الله بالمقادير وطريقة التحضير. عندي هنا 3 حبات تاع البيض درجة حرارة المطبخ. نحتاج 250 غرام تاع الزبدة، مبشور حبة تاع ليمون، علبة تاع فلون. نحتاج كاس تاع سكر كلاصي، ونحتاج كاس غير ربع تاع نشا. نحتاج حوالي 7 مغارف تاع الزيت، ونحتاج ليكسخين تاع القارص، ونحتاج ملون غذائي. يعني هذاك ما عندوش اهميه، تحبوا تزيدوه تحبوا ما تزيدوهش. يعطيكم اللون فقط. هنا درت 250 غرام تاع زبده غامولي، تكون يعني في المطبخ، ما تجبدوهاش من الثلاجه، تكون ذايبه شويه. زدت هنايا نزيد المكونات كامل على بعض. يكون البيض تاعكم البنات بدرجة حرارة المطبخ. زدت هنايا 3 حبات تاع البيض. درت 2 صفار وحبة كاملة يكونوا بدرجة حرارة المطبخ. نعاود لكم المقادير البنات. درت كاس تاع السكر، درت كاس غير ربع تاع لا مايزينا النشاء، درت 250 غرام تاع الماغارين كما راكم تشوفوا، حوالي 7 مغارف تاع الزيت، 2 صفار بيض وحبه كامله مبشور، حبه تاع ليمون، وعلبه تاع فلان. راح ندير معكم ليكستري تاع القارص. يعطيكم بنه ولا اروع يا البنات. تجي الحلوى تاعكم. اللي ما عندهاش ليكستري تقدر تعوضها بمغرفه نتاع عصير الليمون. ندير قطرة فقط هذا الملون الغذائي الأصفر. هنايا الخميرة نخليها حتى نضيف الفارينة. نستعمل يدي هنايا البنات. اللي تحب تستعمل الباتر استعمل الباتر، انا استعملت يدي. كيف حطيتها كملت بيها كامل، ما درتش الباتر. خلطوه مليح مليح يا البنات حتى تولي الخليط على شكل كريمه. فوالا البنات، شوفوا البنات القوام تاعو. خلطوه حوالي 5 دقائق. نبدا نضيف الفارينة. درت الكاس الاول، نضيف الكاس الثاني، نضيف الخميره تاعي هنايا وزن 10 غرام كيس تاع خميره، ونضيف الكاس الثالث، ونلم العجينه تاعي ونشوف. زدت الكاس الرابع يا البنات. هنايا استعملت 4 كيسان ونص تاع الفارينة اللي طميت بهم العجينه تاعي. هاني زدت نص فقط هنا البنات. هذا كملت طميت به العجينه تاعي. هذه الحلوى البنات لازم تكون فوق الطاولة تاع نهار العيد. تجي روعة يا البنات، تجي تهبل وسهلة ما تشدش اليد. فوالا البنات، بعد ما لميت العجينة تاعي هنا مباشرة بديت نخدم. يعني تحضروه في وقفة من با نص ساعة البنات. تكونوا مشعلين الفرن. هنا الفرن البنات راني مشعلته على 180 درجة. شكلوا العجينة تاعكم هكذا على شكل حربوش.
هكذا البنات حاولوا تخرجوا لها هذاك الهواء اللي يكون داخل فيها. يعني ما تستعملوا طابع، غير بالموس قطعوها مباشرة، هزي وحطي في السنيوة. هي حلوة سهلة وبنة روعة يا البنات، غير جربوها. ما تكبروش الحبات كبار بزاف البنات باش ما يجوكمش يعني فيهم الخميرة البنات. نكمل كامل وندخلها الفرن حوالي ربع ساعة. هاي البنات بعد ما خرجتها خليوها يعني انا ما شعلتلهاش من الفوق البنات، يعني مدة تاع 10 دقايق وخرجتها. يعني مباشرة بديت نرمد فيها، يعني بلا ما تحطوها في السيرو. انا من يعني الحلوى تاعي تشارك ولا بوس ولا تمسو، يعني عمري ما نديرو في الشربات ونرمدو. يعني نرمدو هكذا ويجي روعة يا البنات. يلصق معاكم السكر بكل سهولة. حاولوا تحطوها هكذا تحت سيكخ غلاس، غطيوها مدة تاع 3 دقائق 4 دقائق وبداو تخدموا فيها. هكذا البنات بهذه الطريقة. يلصق فيها السكر بكل سهولة. نكمل كامل الحلوى تاعي بنفس الطريقة. هنا البنات راني نحاول نوريكم ان كاين اللي يقول لك ما يلصقلناش السكر في الحلوى تاعنا بلا ما نديروها في السيرو. شوفوا البنات يلصق بكل سهولة. وهاني البنات هنايا بعد ما كملتها كامل رشيتها بشويه تاع سيكو غلاس. بعد ما تكملوها كامل ورفدوها مباشره وحطوها في لي كيسات. فوالا البنات ني درت لكم كامل المراحل. زينتها من الفوق بهذوما لي موتيف تاع القارص. جات روعه يا البنات. هذا هو الشكل النهائي تاع الحلوى تاعي. بوسوا لا تمسوا، يذوب ذوبان يا البنات وبذوق القارص. يجي روعة يا البنات. نقسم معاكم حبة باش نشوفوها مع بعض. شوفوا البنات يصدقوني غير توشيتها انقسمت وحدها وواحد البنة يا البنات بذوق القارص. روعة روعة روعة. نتمنى ان شاء الله حبوباتي تجربوا الوصفة. نقولكم عواشركم مبروكة، صحة عيدكم البنات، كل عام وانتم بخير. ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ما تنسونيش خياتي بلي جيم ولي كومونتير الشابين كيما نتوما. بارطاج خياتي الفيديو، ما خسرتوا والو. نقولكم صحة فطوركم، صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.